كده يا حبايبي انا حطيت الميه عقد الكوسه، وهي كمان يعني هي كمان في الكاميرا حمراء قوي. انا مش عاطيها يعني انا فاتحه الكاميرا، عاطيها لها لون اغمق كمان درجتين او ثلاثه. كده الكوسه معايا بدات تغلي اهو. انا هسيبها اكتر من مثلا قول تلت ساعه ربع ساعه او اكتر لغايه ما تستوي على نار هاديه بالراحه كده. انا حطيت عليها 3 كوبايات شوربه وسبتها تستوي بالبصله اللي انا حطيتها لها المرقه. ده طبيخ الكوسه ما يزيدش عن كده حاجه خالص. هسيبها تستوي على نار هاديه، وبعدين ان شاء الله لما تستوي خالص هوريها لكم طريقه السوا عملت ازاي. ده شكل النهائي ليها. اي استفسارات عنها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنكمل مع بعض بعد سوا الكوسه باذن الله. هنسيبها لكم شويه كده. ان شاء الله بتشوف سمك الخرطه دي اللي هتخليها تستوي براحتها. السمك بتاع الخرطه دي ما تكونش الناس مرققاها قوي ولا مخليها تخينه قوي، ده السمك بتاعها. ان شاء الله باذن الله اما اخلصها ونغرفها نشوف مع بعض. كده يا حبايبي انا حطيت الميه عقد الكوسه، وهي كمان يعني هي كمان في الكاميرا حمراء قوي. انا مش عاطيها يعني انا فاتحه الكاميرا، عاطيها لها لون اغمق كمان درجتين او ثلاثه. كده الكوسه معايا بدات تغلي اهو. انا هسيبها اكتر من مثلا قول تلت ساعه ربع ساعه او اكتر لغايه ما تستوي على نار هاديه بالراحه كده. انا حطيت عليها 3 كوبايات شوربه وسبتها تستوي بالبصله اللي انا حطيتها لها المرقه. ده طبيخ الكوسه ما يزيدش عن كده حاجه خالص. هسيبها تستوي على نار هاديه، وبعدين ان شاء الله لما تستوي خالص هوريها لكم طريقه السوا عملت ازاي. ده شكل النهائي ليها. اي استفسارات عنها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنكمل مع بعض بعد سوا الكوسه باذن الله. هنسيبها لكم شويه كده. ان شاء الله بتشوف سمك الخرطه دي اللي هتخليها تستوي براحتها. السمك بتاع الخرطه دي ما تكونش الناس مرققاها قوي ولا مخليها تخينه قوي، ده السمك بتاعها. ان شاء الله باذن الله اما اخلصها ونغرفها نشوف مع بعض.